الهلال السعودي يفوز على كومو الإيطالي في مباراة ودية. فاز فريق الهلال السعودي على كومو الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي تقام في ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021-2025. وسجل الهدف الوحيد لنادي الهلال ألكسندر متروفيتش في الدقيقة 63 من عمر اللقاء. وتعد هذه المباراة هي في رابع التجارب الودية لفريق الهلال، والتي أقيمت على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت أرينا. ويخوض الهلال السعودي معسكرا خارجيا في النمسا تحت قيادة المدرب جورجي خيسوس في إطار الاستعداد للموسم الجديد من مسابقة دوري روشن 2021-25، حيث يبحث عن مواصلة التتويج بالألقاب، وعلى رأسهم دوري روشن. ويواجه الزعيم في المباراة المقبلة فريق أودينيزي يوم السبت 3 أغسطس المقبل في مباراة ودية.